السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة هتعجبكم جدا. حاجة بسيطة جدا ومحوشينها في البيت أو شاريينها بسعر رخيص، وأكلة اقتصادية وجميلة جدا، وطريقتها تحفة جدا هتعجبكم قوي. لو عجبتكم وصفتنا اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. أول حاجة معايا نص كيلو من الكبد ونص كيلو من القوانص، ودول بصراحة أنا مش شارياهم، أنا محوشاهم من الفراخ اللي بجيبها. جبت بصلايه جوليان كده، قطعتها جوليان زي ما انتوا شايفين، وحطيتها في الزيت شوحتها. وبدأت احط مقلاية تانية فيها برضو شوية زيت، سخنتهم جامد. وبدأت احط الكبد لوحدها عشان تتحمر. انا مش عايزة الكبد نازل منها صوص ومية والكلام ده كله، انا عايزاها تبقى متحمرة وجميلة كده. هنكمل تشويحة للبصلاية مع نص معلقة من السكر عشان تتكرمل، نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة، هتطلع روايح عطرة بقى وجميلة. لورا بقى وحبهان، وهنشوح بقى، واظن متخيلين الطعم مع نزول الثوم كده حاجة تحفة جدا وهتعجبكم قوي. هنحط القوانص لوحدها، احنا مقطعين القنصية الواحدة 3 أو 4 شرايح زي ما انتوا شايفين، شرايح بالعرض كده جميلة قوي. هتستوي بقى مع بعضها ومع التتبيلة الحلوة اللي احنا عاملينها دي، ومش هنحط الملح غير في الآخر. هتبدأ تنزل ميتها بقى وتاخد من الروايح الجميلة اللي احنا حاطينها دي. حطيت معلقة من الخل، بتديها ريحة حلوة، وكمان بتضيع الزفارة اللي فيها وبتخليه نفسها حلوة قوي. هبدأ أزود شقشاق مية مغلية كده، وفي الناحية التانية أنا بحمر الكبدة. هبدأ أحط شوية شوية كده لحد ما تتحمر، مش هحط الكمية كلها لوحدها عشان ما تجيبش مية. أنا عايزاها تاخد صدمة وتتحمر وتبقى بقوامها كده زي ما انتوا شايفينها. ركنت الجزء الاولاني اللي انا حمرته على جنب، وحمرت الجزء التاني في المقلاية، وبعدين قلبتهم كلهم على بعض. شايفين الجمال بقى والروايح الحلوة يا جماعة؟ كبد وقوانص لكن معمولة بطريقة تحفة هتعجبكم جدا. والبصلاية اللي كرملناها دي او شوحناها بالسكر مدية طعم رائع جدا. دي حاجة. الحاجة التانية ما كانتش باينه في قلب الكبده، بس مدياها ريحه وطعم حلو. هقطع قرن فلفل حامي ده وده حسب الرغبه على الكبده كده. الكبده لسه ما خدتش اي توابل. شلت بقى الحبهان علشان لما نيجي نعمل سندوتشات ولا حاجه ما يضايقش حد، واللورة بتبقى واضحه كده كده بتتشال. حطيت بقى الكبده بعد ما رشيت عليها شويه ملح وفلفل، حطيتها على القوانص وقلبت كله مع بعضه بقى ميكس هايل جدا. وبدأت اهو رش الملح والفلفل. الليمون بقى يا جماعة، الكبد والقوانص ومعاها الليمون حكاية تانية خالص، حاجة تحفة جدا. بس الليمون ما يتحطش في التسوية، يتحط في الآخر خالص بعد ما سويتيها. واللي حابب يعمل كده حابب، اللي مش حابب خلاص. اعملوا لنا لايك، انتوا نسيتونا ولا ايه؟ زي ما انتوا شايفين الأكلة حلوة جدا، بسيطة جدا واقتصادية. وكبد وقوانص انت محوشاها من الفراخ وعملتي بيها وجبة في يوم جميل، يا اما تعمليها سندوتشات او جنب مكرونه او جنب رز بالخلطه زي ما تحبي. حلوه قوي. عصرت بقى ليمون عليها دلوقتي كده، الليمون فريش وجميل، وما خدش تشويحه معاها على النار ولا حاجه. الكبد والقوانص يا جماعه كان طعمها رائع 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 بشهاده الجميع. جربوها واعملوا كل حاجه في قلب البيت. الطريقه دي جميله جدا وهتعجبكم. اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.